شبابنا، أيها الأزواج، أنت تتعمد أو مو ملتفت، الله أعلم، أنه تهين الزوجة. ما سمعت ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم. أجيبها لك بطريقة ثانية. افترض مثلا أنها توفت، زوجتك توفت وتريد تخطب، اللي بيجي في بالك أول شيء وشنو هو؟ عندك أولاد، تقول أنا عندي أولاد وأريد واحدة تتحمل أولادي، تنتبه لعيالي. هذه تهينها لو بتكرمها؟ تقدر أصلا تهينها وهي متحملة بهم ومراعيتنهم وشايلتنهم في عيونها؟ تشيل جفنها وتخشهم داخل جفن عينها. هذه تحبها وتودها لو لا؟ تحترمها لو لا؟ زين، أمهم لا، أمهم أولى بهذه المحبة وبهذه الكرامة ما دامت موجودة. فأنت ليش تتعمد أنه ما ترى؟ لأن نعمة موجودة صح، فما تبالي. لكن إذا انفقدت النعمة ذاك الوقت بتقول لو كان ولو أدري ولو ما صار ولو استوى كذا. فلا تهين المرأة زوجتك، أم عيالك، ما تكسر، ما تصرخ عليك، ما تشدب، مو هياته في الطرقات، بس هذا كافي. قدرك، هذا من الأشياء الضرورية. مو تقدرك يعني كل ما جبت حاجة يا سلام وتقوم تصفق وتاخذ صفيرة حكم. لا، يعطيك العافية ما قصرت، هذه كافي. أما لما تجيب وأنا وديه وأن كذا ما عندك هذه، فأنت في نعمة. إذن احترمها، مهتمة بك. مو أنه إذا بغيت فانيلة لو سروال ما تجيك إلا بعد سنة. أنا أعرف، والله أنا أعرف حالة سنة إذا طلب شيء، بالعشر شهور بالحداشر شهور كملنا سنة. يعني ما عندك زي هذه، فأنت في نعمة، هذه ما تهان. أنت رايح تكون لئيم إذا أهنت مثل هذه، اللي ما تصرخ عليك وتقدرك وتحترم ولا تكذب عليك وتهتم بك فأكرمها. الله يجزاك خير.